يسعد لي أوقاتكم بالخير والنور والسرور. تحلايتنا اليوم قراقيش بالسمسم بوصفة كتير سهلة وبسيطة. تعالوا نشوف مع بعض طريقة التحضير. في البداية معي كوبايتين من الطحين الأبيض، بدي أنخله كتير منيح، وبدي أحكي ملاحظة هون كل الأكواب والمعالق بستخدمهم عيارية. بضيف عليهم نص كوباية من السمسم المحمص، نص معلقة كبيرة من اليانسون الحب، ومعلقة كبيرة من الشومر، ومعلقة كبيرة من اليانسون المطحونين، ومعلقة كبيرة من الهيل المطحون، معلقة صغيرة من الملح، ونص معلقة صغيرة من البيكنج باودر. وأقلب المكونات الجافة كتير منيح. بدي أضيف عليهم نص كوباية من زيت الزيتون، وبقلب الطحين مع زيت الزيتون كتير منيح حتى أجمعهم مع بعض. وبعدين باستخدام الإيد أنا بدعك الطحين بزيت الزيتون حتى الطحين يتشرب كل كمية زيت الزيتون. بعد هيك معي هون مقدار المي، نص كوباية من المي الدافية بضيفها بالتدريج، وبنعجن بإيدينا كتير منيح حتلاقوا العجينة كتير بسيطة وراح تنلم معكم بكل سهولة ويسر. وهي العجينة بعد ما عجنتها كتير طرية وحلوة بغطيها وبخليها نص ساعة حتى ترتاح. بعد النص ساعة أنا العجينة قطعتها 4 أرباع، وحطيت شوية طحين وفردت العجينة بإيدي. ما احتجت أبدا أستخدم الشوبك لأنها طرية وفردت معي تمام. وبقطعت البيتزا، أنا بقطعها مربعات، صغير كبير، بشكل عشوائي أنا قطعتها. وبكون طبعا مسخن الزيت على نار وسط. أفرجيكم بس سمك العجينة، هيك بدها تكون سمك كل حبة. وبقالي المربعات بالزيت، وبعد فترة بسيطة حتلاقوها بسرعة بيتحمروا. بقلب كل قطعة، استنى عليهم شوي، بعدين بالصفاية وديهم بالمصفاية خليهم يصفوا من الزيت. بعدين بنقلهم على القطر اللي أنا بكون محضراه بالأول. طبعا القطر بده يكون بارد. بقلبه شوي بالقطر وبعدين بطلعه وبحطه بالطبق. بس هاي كانت وصفتنا لليوم. شو رأيكم فيها؟ وصفة كتير سهلة وبسيطة ولا أطيب من هيك. إذا عندكم أي سؤال أو تعليق حطوا لي إياه بالتعليقات أسفل الفيديو. بدي دعمكم للقناة بلايك وشير وسبسكرايب حتى يوصلكم كل جديد، وصحتين وعافية.